السلام عليكم. تعرف ايه هو الاويل كاتش كان؟ متنساش تشتركوا فولو بقى واكسبلور كده كتير وشير فيديو مع اصحابك. People always ask if these cash cans work. Well, I've been running basically 2 days, more or less, maybe 1.5 really, but last day we're gonna run today. Let's see what we got. Look at that, y'all. Yeah, cash cans work, baby. Cash cans work. خليك معانا بقى عشان خاطر انا متاكد من المعلومه ديت انت ما سمعتهاش قبل كده في المحتوى المصري كله، لان انا بقى لي 4 ايام بدور على حاجه زي دي، ان انا مش عارف اسمه بتاعه في مصر هنا ومش لاقي، فما لقيتش حد نهائي بيتكلم عليه. الا كل اللي بيتكلموا عليه يا اما خلايجه يا اما اجانب. فخليك معايا. انت بقى مش حابب تستنى لحد اخر الفيديو، فالكاتش كان دوت من الاخر كده وظيفته كلها ان هو بيمسك الزيوت اللي بتبقى في خرطوم الفايز او اللي بتبقى في الفايز بتاع الموتور. بيجي منين؟ اللي خلينا متفقين في الاول ان الشناب اللي حوالين البيست ما تبقاش محكمه بنسبه 100%، فبالتالي في نسبه هواء بتنزل تحت على الكارتيره. فالهواء اللي بينزل ده كله طبعا الكبس ده كله بيروح ملوش مكان يخرج منه. كان في العربيات القديمه بيطلعوا على هواء مباشر، بعد كده بسبب قوانين البيئه بقى لازم يشوفوا له حل. فالحل بتاعها ان هم بيرجعوه تاني على غرفه الحريق عشان يتحرق تاني ويعيد زي ريسايكلينج او اعاده تدوير للهواء ده. فطبعا الهواء ده يعني هنقول مضر شويه. دوت بيبقى مثلا زيت لما بيسخن الزيت نفسه بيتبخر. مع غير كده حركة عمود الكرنك نفسه تخلي الزيت ده بيطلع منه زي قطرات كده أو نقط صغيرة. طبعا ده كله بيطلع من خرطوم الفايز، فلما بيقوم داخل تاني على وش الموتور بيعمل عندك بقى ايه؟ أول حاجة بتقابله خالص التلاجة أو اللي هي المانيفولد بتاع العربية، بيملى ده كل زيت. الزيت ده مع التراب طبعا بيعدي من فلتر الهواء، أو لو أنت مش منضفه أو كده مع الأتربة دي كلها بيجمع يعمل لك أوساخ. فطبعا أول حاجة بيقابلها ايه؟ تبقى الصباب. يعني مثلا حاجة زي كده السواد اللي على الصباب ده هي بتبقى كمية كبيرة أوي عن كده. فبالتالي مع الوقت بيحصل كده إن هو مثلا بيتكون على الصباب، فبالتالي الصباب ما بيقفلش كويس. هنخش جوه في قلب الموتور شوية، بيخش على وش البستم من جوه طبعا بيعمل طبقة على حسب بقى حالة العربية وكمية الزيوت اللي داخلة. في نسبة من العدم بتاع العربية بترجع تاني تخش في غرفة الحريق عشان خاطر ده تقلل درجة حرارة الموتور وبيقلل نسبة الحريق. يعني أكتر من حاجة طبعا مع نواتج الحريق اللي هو الكربون اللي بقى جوه. فتخيل أنت زيت مع كربون، فالاتنين بسم الله ما شاء الله عملوا لنا طبقة كده سمكها بتقاس بالملي، مثلا ملي أو 2 ملي. فبالتالي ده كله بيأثر أصلا في الحاجز بتاع الصناعة وغرفة التحريق من جوه. فبيقوم طبعا الكربون ده مع السخونية وسخونية الموتور وغرفة الحريق من جوه، يعني درجة حرارتها درجة الانفجار نفسه ممكن توصل ل5000 درجة. مش بقول درجة حرارة الموتور، لا، درجة حرارة الانفجار نفسه النار نفسها بتوصل ل5000 درجة. فبالتالي لو نسبة الكربون أصلا على وش البستم من جوه أو وش السلندر من جوه بيعمل معانا التسقيفة بتاعة الموتور. يعني مش شرط مثلا عشان انت عربيتك 92 وانت تحط لها 80 ده سبب من الاسباب انه يخلي على الموتور يسقف او يكركر. ممكن بقى لو انت حاطط لعربيتك بنزينها مظبوط وكل حاجه بس في كربون جوه ده مع طبعا مع السخونيه الكربون ده بيحصل له حاجه زي التجمر او ان هو بيبقى عامل زي الجمره كده في قلب غرفه الحريق او على البستم من جوه. فبالتالي مجرد ما البنزين يخش مع الهواء ويتضغط درجة حرارة البستم أصلا بتبقى عالية أو الكربون اللي على البستم ده بيبقى عالي، بيعمل عملية انفجار أو عملية اشتعال في غير وقتها. اللي هو تخيل كده البستم طالع وانت جيت زقته مره واحده او انت ماشي لقدام وجه مره واحده واحد زقك لورا. هو ده اللي بيحصل البستم، فده اللي بيحصل اصلا بيخلي العربيه تكركر منك. او يعني بتكلم الكركره ده المصريه بتاعتنا، لما هو مثلا اسمها نوكينج او مثلا في الخليج بيسموها تسقيفه. معلنا من المسميات ايا كان ايه هو المسمى. الاول كاتش كان بقى مهمته ايه هنا؟ ان هو الخرطوم الفايز ان هو راجع من الكارتيره من تحت او من بلوك من تحت بتاع الموتور. قبل ما بيخش على البوابة أو قبل ما يخش على المانيفولد تاني بيبقى محطوط الأويل كاتش كان ده بيتحط كده في النص بين قبل الموتور على طول بيبقى الأويل كاتش كان ده دوت برضو بيعمل ايه. دوت بيمسك بقى كمية أبخرة الزيوت والزيوت اللي بتبقى طالعة أيا كان قطرات الزيت اللي بتبقى طالعة أصلا مع الهواء ده، بيمسكوا بيحوشها كلها في كوباية كده في الآخر بترميها مش مشكلة بس بدل ما تخش تاني على الموتور. طبعا أكتر مواتير بتبقى مثلا لو أنت على موتور عربيتك جي دي أي زي التوسان والسبورتاج، الاتنين دول العربيتين دول اللي في دماغي دلوقتي اللي فيهم الموتور بتاع الجي دي اي. الجي دي اي ده فكرته ايه؟ في اي عربيه في الدنيا او اي موتور الطبيعي اللي احنا نعرفه ان هو بيبقى البخاخات البنزين بيتبخر مع الهواء بيدخل مع الهواء، فبالتالي هو معدي على السباب ده
بيغسل الحته دي، بينضفها كده من الكربون. هنا بقى في الجي دي اي مفيش اصلا بخاخ، الرشاش ده ما بيبخش هنا على الصباب، من هنا ينضفه. البخاخ بيبقى على طول في قلب غرفه الحريق من جوه، فبالتالي الصباب مفيش حاجه بتنضفه وبيكون عليه نسبه كربون اكبر، وده اكبر مشكله في مواتير الجي دي اي. بعض المحركات خاصة الحقن المباشر أو الجي دي آي التراكم بيكون زيادة وبيكون واضح، ومن أول 20,000 كيلومتر بعد 10,000 كيلو بتلاقيها جمعت نسبة أوساخ كبيرة قوي على الصباب. ليه الشركات أصلا ما بتنزلش الأويل كاتش كان؟ هو بس خالص زي التكلفة عليهم، فهم مش حابين حاجة زي كده. وغير كده أنت موتور عربيتك لما يحصل فيه مشكلة تروح للتوكيل تعمل صيانة، فهم كسبانين فلوس منك. الأويل كاتش كان دوت أنا مش عارف هنا في مصر بصراحة اسمه إيه، لأن أنا دورت كتير قوي مش ما لقيتش حد في مصر يتكلم عنه. وطبعا أكتر عربيات بيفضل إن هي يركب فيها الأويل كاتش كان دوت العربيات اللي متربنة أو مركبة تيربو، العربيات اللي زي ما قلنا كده الجي دي اي. يعني هو عموما يركب على اي عربيه، ونصيحه ليك تركبه في اي عربيه. اكتر حاجه دليل على كلامي ان هو خرطوم الفاز ده بيبقى فيه راجع زيت، لما لا قدر الله العربيه مفوته او الشامبر متاكل، فعندك عايز تعمل الشامبر او كده، فانت الدخان الابيض اللي طالع ده كله بيبقى طالع منها. في ناس بتقوم شايله خرطوم الفاز ده منزلها تحت العربيه عشان يقلل نسبه العدم او الدخان الابيض يبقى خارج من موتور العربيه، لان هو طبعا بيبقى الشامبر متاكل، كمية الضغط دي كلها بتنزل تحت. بس كانت على قناة اليوتيوب، خش اعمل سبسكرايب عليها وهتلاقي المعلومات كلها مفيدة عنها. السلام عليكم.